القاعدة اللي بعديها مرتبطة جدًا باللي قبليها، إيه اللي مالوش لازمة، مالوش لازمة. يعني إيه؟ ساعات كتيرة جدًا إحنا بنفتح tabs ونجيب حاجات ونخلّي حاجات جنبنا على المكتب ونخلّي حاجات في البيت عشان يمكن نحتاجها. فكرة إن إحنا يمكن نحتاجها ده من الإحساس الأمان الطبيعي جدًا لكل البني آدمين، إن إحنا بنحس بالأمان أكتر كل ما كان حوالينا الحاجات اللي إحنا محتاجينها أو احتمال إن إحنا نحتاجها في القريب العاجل أو في البعيد الآجل. وبالتالي بيبتدي يتراكم كم أشياء حوالينا، كل الحاجات دي فاتحة ملفات جوه دماغنا، ما بتخليناش أبدًا نعرف نرتاح ولا عقلنا يقوم بالمهام بتاعته. علشان كده كنا نسمع جدًا، جدًا، جدًا عن صفاء العقل بتاع الناس العرب القدام، ليه؟ يقول لك عشان قدامهم الدنيا صحرا. السعة في الرؤية دي عاملة لهم سعة كمان في الفكر، وسعة في انطلاق النفس وفي راحتها وفي الأريحية بتاعتها. فكل ما إحنا بيوتنا بقت أصغر كتير، كل ما قدرنا إن إحنا نطلع ولو حتى في أماكن عامة، جناين عامة، حدائق، النيل، الحاجات دي اللي فيها مساحات كبيرة قوي، كل ما ده كان أفضل للنفس والروح والعقل. تمام. وبالتالي اللي ملوش لازمة ملوش لازمة. حاول كل حاجة ملهاش لازمة ما تشيلهاش لوقت عوزة، حتى لو أفكار معينة ملهاش لازمة ما تشيلهاش لوقت عوزة، انت مش هتحتاجها، لو احتاجتها كنت احتاجتها. وبدل ما هي عماله تصرف منك طاقه الموبايل والمساحه بتاعه الموبايل، شيلها خالص. ولما تحتاجها ابقى افتحها، ولما تحتاجها ابقى اجيبها، ولما تحتاجها ابقى اشتريها، ولما تحتاجها ابقى شوف حد عنده الموضوع وهاته منه. التاب اللي انا فاتحاها على اللابتوب يمكن الاقي وقت اشتغل عليها، طب ما اقفلها ولما الاقي وقت اشتغل عليها ما اجيبها، هتروح مني فين؟ احفظ اللينك في مكان معين، مثلا موجود عندي في شات او في مسج او حاجه، بحيث ان انا لو لقيت وقت ابقى طبيعي اروح فاتحه الشات على طول وجايبه اللينك منه، فالموضوع يبقى سريع. لكن ان انا افضل فاتحاه هو واخد جزء من طاقتي ومن تركيزي وعامل لي نسبه من نسب التشتت، وبالتالي اللي ملوش لازمه ملوش لازمه.